السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عايزين نعمل مع بعض حاجة حلوة وسريعة. لو عندك باكو بسكوت كده هاتيه وتعالي، سادة بالشوكولاتة بالكاكاو أي حاجة، نعمل بيه حاجة سريعة، حاجة حلوة وسريعة. بس قبل ما ابدأ الفيديو متنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، سبسكرايب. انا عندي هنا باكو بسكوت سادة اهو، وعندي هنا ده موز للتزيين زي ما انتم شايفين كده، ده موز. وده عندي هنا الكاسات اللي انا هعمل فيها، وعندي هنا ديت كازارولا كده بايد وفيها كوبايه ونص لبن. وعندي هنا كاسترد، ده حلو البسكوت بالكاسترد والموز. هنحط ده كاسترد فراوله، وعندنا هنزين هنا بالموز. وعندي سكر، ده حسب الرغبه بقى السكر. هنجيب عندي هنا السكر الاول، هننزل كده، مش عايزينها مسكره قوي، يعني حوالي معلقتين سكر مليانين. اللي عايز يزود بيزود بالشكل ده كده. لو انا حسيت اني عايز سكر هحط لها سكر. وهنجيب كده نكسر هنا معانا البسكوت، نحط البسكوت كده بالشكل ده كده، نكسره بشكل عشوائي. انا عندي هنا اهو كسرت البسكوت اهو زي ما انتم شايفين. عندي بقى الكاسترد هنا هننزل كده بحوالي معلقه ونص كاسترد، عشان هو انتوا عارفين ان الكاسترد بيتقل بسرعه، بيتخن بسرعه. وهنقلب كده على البارد، وهنرفعه بقى على النار. ولازم ايه، وهنصبه على هنا سخن على البسكوت عشان يطر البسكوت معانا. انا هرفعه على النار وهوريكم هنعمل ايه. وده كده شكل الكاسترد بتاعنا بعد لما يستوى على النار. اهي لازم يغلي كده ويعمل فقاقيع، نعرف ان هو استوى زي النشا بالظبط. نجيب كده نحط هنا كمية الكاسترد بتاعتنا. احنا بقى بنسيبه بعد ما بنحط الكاسترد، بنسيبه لما يهدى خالص. بس بيتشرب البسكوت ازاي بتشربه. بعد كده برجع ايه، بستنى لما بيهدى خالص وبزينه بالموز. هنسيبه لما يهدى بقى وهوريكم، هنكمل مع بعض دلوقتي. وهنا كده معانا الجيلي بتاعنا اهو، مستنينا لما يهدي شويه. بصوا عندي كده هنجيب الموز كده هنزينه كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بالشكل ده، ونزينه كده. وده كده الشكل النهائي بتاعنا، زيناه بالموز كده على شكل وردات. وده شكل تاني عملناه. يا رب الفيديو يعجبكم. من باكو بسكوت بس عملنا الحلو ده، وصباعين موز ومعلقه ونص كاسترد وكوبايه ونص لبن بس، ومعلقتين سكر، مش اكتر من كده. يا رب الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم، ومتنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وربنا يكرمنا والمطبخ بتاعنا يكبر ان شاء الله بدعمكم بس لينا. ويا رب كل فيديوهاتي تعجبكم وتستفيدوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.